صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم من يوم الجمعة. عايزه اقول لكم فيديو النهارده هيبقى روتين خفيف كده ليوم الجمعة. فهبدأ معاكم اليوم من الظهر. النهارده صاحيه بدري، فكنت صاحيه عشان اعمل الغدا وكده. يعني يعتبر ما بدأتش اليوم من اوله خالص معاكم، ولكن احب ان انا اوريكم كده شويه من اجواء يوم الجمعه في البيت. انا في الغالب انا كنت بقضيها عند حماتي، بس النهارده احنا هنقضيه في البيت. سامعين الخطبه؟ عارفين انا بحب الاجواء دي قوي، يعني اجواء يوم الجمعه بالنسبه لي حاجه كده، حاجه كده مميزه، يعني ناقصها قهوه وشويه بخور. بجد. طبعا ده غسيل عايز يتطبق، في عندنا غسيل عايز يتنشر، واحنا حياتنا كده يعني غسيل يتطبق غسيل يتنشر. فهطبق معاكم الغسيل ده، وبعدين هنشر الغسيل اللي لسه فاضل، ونشوف كمان هنعمل ايه في الغدا او عملنا ايه غدا اوريدي. ويا حلوين اوريكم انا عملت ايه غدا يوم الجمعة. ترارا، مكرونة بشاميل. بصوا عملت ايه كمان معاها. فراخ عملت لها بقى تتبيلة، كانت بصل ثواني اقفل الشباك عشان صوت الخطبة عالي قوي. بصوا بالنسبة لي تتبيلة الفراخ كنت حاطة بصل وطماطم وفلفل وريحان وزعتر وملح وفلفل اسمر وشويه صويا صوص، وحطيتهم كلهم في الكبه مع بعض، ورحت تبلت بيهم الفراخ وحطيتها في الكيس اللي هو بتاع الفرن ده، عارفينه. ولما خلاص استوت اتاكدت انها استوت، شلتها من الكيس عشان تاخد وش بقى بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. اللي تحت ده مش حرق، ده صوص، يعني ده مش محروق، ده صوص اللي هو بصل وكده. فبس هنشوف، انا متحمسه قوي اشوفها حلوه ولا لا، بس لسه هستنى بقى مع الغدا بالمره، لان انا لسه فتره اصلا يعتبر. طبعا هنا مواعين 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 المكرونه بشاميل هي اسوأ حاجه فيها، يعني المكرونه بشاميل حلوه في كل حاجه ما عدا المواعين بتاعتها. فهغسل معاكم المواعين، نروق المطبخ، وبعد كده نشوف. وبس كده خلصنا المطبخ زي الفل. دلوقتي هنشوف، طبعا لسه ورانا حاجات تانية تتعمل، بس في واحد هنا بصوا قاعد مستني الغدا. صح يا لولي؟ صح يا ماما؟ انت مستني الغدا؟ اوعى تلمس الفراخ دي فراخنا احنا، انت اكلك لوحدك، ماشي يا ماما؟ ماشي لولي. عايزه اقول لكم والله العظيم انا زعلانه قوي من فكره ان هو عايز يهرب باي طريقه. يعني حكيت لكم انا في الفيديو اللي فات، بس انا جايباه من الشارع مرتين، ودلوقتي يعني بقيت بخاف ان انا ادخل البلكونه. والله انا لسه هدخل دلوقتي حالا عشان انشر الغسيل، فربنا يستر منه. يعني اخر مره كنت مسكته من ديله كده، من ديله. كان هو في الشارع، كان هو في الهوا خلاص. كده اوريكم الاول انا جبت ايه. تمام،
يعني اخيرا. بص انا الاول خالص كان عندي اصلا باسكت غسيل، كان شكله حلو قوي، كان شيك، كان كده نصين، نص للابيض ونص للاسود، كان معمول كده ماشي. فللاسف يعني عمره الافتراضي انتهى. تمام، اللي هو كان حوالي مثلا قعد معايا سنتين، وبعد كده خلاص بقى كان الجلد بتاعه، يعني هو كان قماش اصلا، قماش مشمع، فكان في جلد من جوه كان بيتهرى اساسا. اوكي، فرميته. تمام، على امل ان انا اشتري واحد زيه، كان عاجبني قوي عشان حته ان هو بيفصل الفاتح عن الغامق وكده. فمن بعدها وانا ما بقتش لاقيه حاجه زيه عادله نفس الكواليتي يعني. انا فاكره ان انا كنت جايباه من سنتر هي وبس، لو تعرفوه في اسكندريه، كان بصراحه كل الرفايع والحاجات الجديده كان بيوفرها وقتها لما كنت انا عروسه يعني. دلوقتي في اماكن كتير فيها حاجات حلوه، بس انا فضلت المره دي ان انا ما اجيبش حاجه شكل، اجيب حاجه تبقى كواليتي وشكل في نفس الوقت كويس يعني شغال. تمام، فجبت ده طبعا اللي انا ماسكاها دي قطعه من القطع، دي واحده من القطع. تعالوا اوريكم باقي القطعه عامله ازاي. اوكي، بصوا هنا عندي كام قطعه كمان. في ده هو طقم معروف بتهيالي اصلا، مش يعني مش حاجه نادره، مش حاجه جديده، بس انا حسيت ان هو عملي اكتر من الحاجات اللي بتطلع جديده. بص دي بتاعه فرش السنان والمعجون وكده، وده بتاع الهاند ووش اعتقد. اوكي، ودي مش عارفه ايه بس هو اصلا فيه 3 احجام، ده الحجم الصغير، وفي ده اللي هو تقريبا باسكت زباله ولا مش عارفه يطلع ايه. وتعالوا اوريكم كمان الباقي. في ده انا رحت لما فيه بقى كل الحاجات اللي كانت على السفره. بص الميداليه الجديده بتاعتي، بس هو انا مش بتاعت لابوبو والكلام ده والله، بس هي عجبتني عشان فيها بتاع من جوه كده. بصوا بتشيل حاجات من جوه يعني، فعجباني ان ممكن احط فيها الفك الكلام ده، حلوه لطيفه يعني. اوكي، لميت الحاجه كلها هنا. هو ده اصلا مش بتاع مش هو يعني مش مكانه هنا، بس انا دلوقتي قلت ايه فرصه عشان الملم السفره، بحيث ان احنا لو حبينا ناكل عليها او كده اخد دي بسهوله كده اشيلها. انا عايز اقول لكم الحاجات بتاعت سوري انا فعلا ما بعرفش اوديها فين، يعني كنت عامله لها منظم، المنظم اتاخد بقى فيه ادويه او فيه حاجات غريبه، يعني مش عارفه بقى اجيب لهم منظم جديد بالنسبه لحاجه سولي. ودي بقى كنت بفكر ان انا بعدين يعني احط فيها مثلا صابون غسالة الهدوم، حاجات كده يعني هتبقى حلوة كده فوق الغسالة مترتبة، فاهمين؟ تعالوا بقى اوريكم القطعة الثالثة. بصوا ايه رأيكم بقى؟ كبير قوي ما شاء الله، كبير جدا وشايل حاجات كتير جدا. بصوا بقى الحاجه اللي قلت لكم ان انا عايزه احطها في المنظم اللي بره، انا لسه ما نظمتش الدنيا قوي بصراحه. تعالوا بقى نطبق شوية الغسيل اللي عندنا عشان ننشر على رواق. تمام، وهكذا هي سايكل ما بتخلصش، موضوع الغسيل والنشر والتطبيق ده. يعني انا بجد مش متخيله ازاي امهاتنا زمان ما كانش عندهم غساله اوتوماتيك اصلا يعني سبحان الله، الحمد لله يا رب على النعم. بصوا الاول اكنس البلكونه سريعا. البلكونه طبعا بتتطرب كل شويه، فاحسن نظام عاملاه لها ان انا كل ما اجي عايزه انشر غسيل اقوم كنساها بالمره، فبتتكنس بانتظام يعني كده احسن حاجه. بصوا الحيوان بيستعد ان هو ينط اهو، بيستعد. لا غير رأيي يا ماما احنا مش وحشين قوي كده والله، سولي مصيره هيكبر وهيحبك وهيلعب معاك، صح يا لولي؟ يا ربي مفيش فايدة، مركز على الهدف بتاعه. يلا يا ماما يلا، معلش انا هحبط مخططاتك، I'm so sorry، بس انت ايه، انت فرد من العيلة، مينفعش تمشي، انت خلاص، انت خلاص بقيت فرد من العيلة. تعالوا دلوقتي يا حلوين نعطر البيت قبل ما اي حد يرجع من المسجد. ودي يعني
حاجة بتفكرني بصراحة بأيام ما كنت بيت أهلي. كنا دايما اللي هو في خلال وقت الصلاة لازم نروق، وقبل ما الرجالة ترجع من المسجد نكون احنا مثلا خلاص عطرنا البيت جاهزين الغدا وكل حاجة جاهزة. طبعا غدا يوم الجمعة بيبقى بعد الصلاة على طول، معرفش إذا كان كلكم كده ولا احنا بس دي حاجة كانت في بيت أهلي. ولما اتجوزت كمان كان في بيت حماية برضو نفس الكلام، اللي هم بياكلوا بعد الصلاة مباشرة. ودي حاجة جميلة بتخلي اليوم مميز. يعني الأيام التانية ساعات بيبقى فيه شغل مشاوير وكده، ممكن ناكل على المغرب عادي، ولكن يوم الجمعة لأ، هو يوم مقدس للعيلة فقط، ودايما ليه طقوس كده خاصة. كنت ناسية هنا ان انا اغلي اللبن، هغليه دلوقتي مش مشكلة، وانا بشغل معاكم بخور. وعايزة اوريكم كمان المبخرة الجديدة بتاعتي، قولوا لي رأيكم فيها. يعني عايزة اقول لكم انا البخور مش من الحاجات اللي بعملها على طول، يعني لان زوجي ما بيحبهاش قوي، ولكن انا الصراحه بعشقها، مش عشان الريحه ولا الكلام ده. والله انا بحس البخور ده كده طقوس، يعني عارفين اللي هو قهوه وبخور، دول من الحاجات اللي بيخلوا البيت تحسوا ان البيت كده. يعني مثلا بعد التنظيفات البيت مش هينضف غير بالحته دي، عارفين هي دي الكريز اللي فوق التورته، هي دي بجد. ف لازم كده نشغل بخور. وطبعا الشبابيك مفتوحة ان شاء الله، قبل ما يرجع من المسجد هتكون الريحة اصلا راحت. بس المهم ان انا اكمل الطقوس بتاعتي. المهم كنت بحكي لكم على انه دايما في عادات خلال يوم الجمعة، ومن العادات اللي مهمة هي طبعا لمة العيلة. ودي حاجة يعني كانت ملحوظة جدا جدا في بيت اهلي، يعني ان احنا عيلة كبيرة قوي ما شاء الله، فكنا لازم كل يوم جمعة نتجمع. لما اتجوزت يعني لقيت الموضوع ده موجود في عيلة زوجي الصراحة، ولكن مش بالقوة اللي أنا متعودة عليها، اللي هو مش التزام قوي يعني. فقلت لهم لا، ما ينفعش اعيش من كده، لازم يوم الجمعة يبقى فيه التزام مننا ان احنا نتجمع. يعني عشان دي حاجة خلاص عارفين، دي حاجة من البديهيات، اللي هو ما ينفعش يوم الجمعة اقضيه لوحدي. حاسة كده ان هي تبقى حاجة غريبة ان انا اقضيه لوحدي. يعني هيبقى عارفين يوم زي كل الايام، بالذات الشخص اللي هو مش بينزل شغل او كده مش بيحس ان ده ويكند، او فاهمين اللي هو مش هتحسوا اصلا فرق شاسع غير بالحاجات الصغيرة اللي انتوا بتعملوها دي عشان تحسسكم فعلا ان ده يوم مميز من ايام الاسبوع. فبعد الجواز لا، خليت انه طبعا يوم الجمعة يبقى هو برضو من الايام اللي احنا لازم نتجمع فيها. لو ما تجمعناش على الغدا نتجمع بعد الغدا، نتجمع بالليل، المهم ان احنا نتجمع في اليوم ده. وباقي الايام لو جت فرصة مفيش مشكلة عادي، بس يعني يوم الجمعة ده لوحده، فاهمين ده كده في حتة لوحده. كده خلاص اتغدينا تمام، وريتكم انا الغدا كمكرونه بشاميل وفراخ مشويه، ودلوقتي جه وقت الشاي والفاكهه. عايزه اوريكم طبعا كمان المعالق الجديده بتاعتي اللي انا مغرمه بيها. شوف معالق صغنونه قد ايه. عايزه اقول لكم انا بحب اي حاجه ذهبيه اصلا يعني، بس المعالق دي عجباني بشكل اللي هو الديتيلز، التفاصيل مهتمين المعلقه من جواها فيها نقش زي ما انتم شايفين كده، شايفين من جوه من تحت كده فيها نقش. ده غير بقى الفيونكة، حاجه شيك بصراحه، انا مش عارفه استخدمها لايه غير الشاي. وبكده خلاص يا حلوين، الفيديو بتاعنا هيكون قرب يخلص، وعايزه اقول لكم استنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي، هيبقى مشتريات الشهر، ولكن مشتريات شهر في دايت باذن الله. يعني هنبتدي الدايت من الشهر الجاي، فالمشتريات مفروض ان هي تكون الى حد ما مختلفه. انا شخصيا متحمسه قوي بصراحه، يعني متحمسه في نفس الوقت خايفه من الاختيارات اللي هتكون مختلفه. يعني انتوا عارفين طبعا السوق عندنا مش بيشجع قوي الدايت، فهتلاقوا الحاجات مغريات كتير، ولكن احاول قد ما اقدر ان انا اظبط الدنيا. واستنوني ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه، باي باي.